الراحل محمود عبد العزيز. بصي يا بسمة، اولا انا حزينه جدا وزعلانه جدا. يمكن اللي الناس ما تعرفوش، محمود عبد العزيز انا اعرفه من قبل ما يشتغل في الوسط الفني، يعني معرفه عمر وزمن كبير قوي قوي. كل تقريبا نص 3/4 افلامي كلها معاه. الراجل ده كان بيعتبر امي امه وانا اخته، مش جميله كنت اخته. اي مشكله عنده من قبل ما يتجوز اولاده. صديق، مش صديق اخ، ياكل في البيت ويقعد ونسهر ونتكلم، يعني حياته كلها كانت معايا. تمام. ولا محمود عبد العزيز ده شخصيه من اجمل الشخصيات اللي ممكن الواحد يقابلها في حياته، من الرجوله، من الالتزام، من التدين، من كل حاجه حلوه. فانا حزينه ان اسم الراجل ده النهارده يتعمل فيه كده. صح. ليه وعشان ايه؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، انا اعرف بوسي شلبي برضه من زمان، بس اعرف محمود قبليها. والعلاقه اللي بيني وبينهم علاقه مش عاديه، لا علاقه عيله. يعني اولا هم جيراني، هم جنبي هنا. فكنا انا وجوزي وهي وجوزها محمود عبد العزيز على طول قاعدين مع بعض، يا بنسافر مع بعض نروح الساحل، يا بنقعد هنا في البيت، يا بنروح عندهم، يا بننزل نتعشى في حته. من كتر الحاجات اللي كانت ساعات، لما انت عارفه محمود عبد العزيز كان دمه خفيف، كان يقول ايه؟ أيوة. اقول له الله الاكله دي حلوه مثلا، هو كان يحب الكرشه بالدمعه، فكانت بوسي بتعملها حلو. اقول له الله الكرشه دي حلوه وانت بتحبها يا محمود، يقول لي امال انا اتجوزت بوسي ليه؟ امال انا اتجوزتها ليه؟ ما هو عشان الكرشه. شهاده صريحه، يعني شهاده صريحه حاجه طبعا. يعني فوق الخيال. زي ده بيتقال النهارده ليه وعشان ايه اللي يتعمل فيها كده؟ قولي لي بس يعني يا بسمة، انت قلتي كلام في الاول عجبني جدا جدا، وكان يعني حقيقي من قلبك، وانا عارفه انك انت صديقه لبوسي، انا عارفه ده. بس اللي حاصل ده شيء غريب. الست دي كانوا ليل ونهار اولا انا سافرت، رحت اعمل عمره، وانا يعني مدير الاوتيل هناك اسمه الاستاذ عادل عبد العزيز، قال لي يا سويد كان عندي هنا محمود عبد العزيز ومراته قاعدين في السويت بتاعك ده. يعني في شهود كتير تتقال، مش انا، ده العالم العربي كله عارف. يوم نيجي النهارده نعمل كده في محمود عبد العزيز، نعمل كده في الراجل اللي في دار الحق دلوقتي، ازاي ده؟ ليه؟ وبعدين ولا بوسي، انا عاشرت بوسي وهي معاها على الحلوه وعلى المر. سكرتيرة ايه دي اللي بتحط هدومها هناك وبتحط عناوين اوردراتها وشغلها وكل حياتها بتروح على محمود عبد العزيز؟ فين السكرتيرة دي اللي عنوانها عندهم في بيتها؟ انا عمري ما شفت كده. ايه اللي بيحصل ده يا بسمة؟ ليه تعمل كده فنان كبير زي ده؟ ليه في الاواخر نعمل كده وهو في دار الحق؟ شيء صادم، واحنا مش قادرين ان احنا نتحمل هذا الكلام عنه بصراحه، لان احنا من محبينه. ما ينفعش ولا عنها ولا عنها هي كمان. دي يعني امراه محتاجه لحد يبقى جنبها، مش عليها، معاها. وبعدين يا بوسي يا بسمة، عيله بوسي عيله كبيره قوي 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 قوي، وعيله محترمه جدا وليها اخوات محترمين جدا. فده عيب ان ده يحصل، عيب. ليه؟ عشان ايه؟ وبأمارة ايه ده؟ دلوقتي جايين دلوقتي، ياه، حاجه يعني حقيقي حاجه تحزن بجد. معلش سؤال، هما كانوا ساكنين في منطقه ايه من غير تحديد عنوان؟ كانوا ساكنين في منطقه ايه؟ بيتهيألي هم سكنوا في منطقتين. ايه هما؟ هي اولا هي كانت هنا في زايد، هم هنا في زايد دلوقتي، هم في زايد يعني يوم عنوان ساكن بشهاده تقريبا هم في زايد، وفي محي الدين ابو العز من عنوانهم معروفه يعني للجميع. بيت الزوجيه. ايوه يا ستي، وهي معاك كل حاجه، هي كل حته في البيت معموله على ايديها هي. وكان في، بصي شوفوا ده، شوفوا انا عملت ايه. هو كان فرحان فيها فرحه لا تتخيليها. انا بقول البيت دي الجزء القانوني، بيت الزوجيه ده قانون، ده قانون مش شرع بس، ده قانون. بيت الزوجيه وخرجت منه إيه؟ يعني برغم انه قانون وبيتها الزوجيه خرجت منه. خرجت منه ازاي؟ ما قدرتش تقعد، قالت لي مش قادره اقعد. بالظبط، بعد الوفاه خرجت منه. بعد يعني لا بتبص الورث ولا البيت ولا الفلوس ولا الحاجه. على فكره يا ريتها كانت بصت، يا ريتها كانت بصت، كانت ركزت في علم الوراثه. هي ما بصتش فعلا. يا بسمة، احنا كلنا لغايه النهارده بنستغرب الست دي ازاي بتطلع تعمل اللي بتعمله ده في المقابر، يوم عيد ميلاده، يوم الوفاه، وتخشي بيت بوسي شلبي اللي هنا تلاقي صور محمود عبد العزيز في كل حته موجوده. ده احنا بصي يعني يمكن انا هقول حاجه ما يصحش ان انا اقولها دلوقتي، مش من حقي ان انا اقولها عشان هي، بس مضطره ان انا اقولها. بوسي بيجي لها عرسان والناس على اعلى مستوى رافضه تماما، تقول لي مش ممكن احط حد اسمه يتجاب زوجي بعد محمود عبد العزيز، لا يمكن. كده كتير قوي، كتير على الست، ده حرام. انا اسفه، ده فجر، ده اسمه فجر. بشكرك جدا الفنانه القديره الكبيره سهير رمزي. إنسانة حلوة وموهوبة وذكية. ولاد النجم محمود عبد العزيز قدروا يثبتوا قانونيا ان بوسي شلبي مش أرملة ابوهم، لكنها طليقته او كانت مجرد مديرة اعمال. فالفنانة سهير رمزي حزينة على اللي بيحصل ده من اولاد النجم الراحل محمود عبد العزيز، وبتعتبره اهانة ليه، وانه كان راجل محترم ومش معقول اللي بيحصل. وكانت قضية اثيرت في الفترة الاخيرة
وهي ان عائلة محمود عبد العزيز انكرت زواجه من بوسي شلبي، واللي زواجهم استمر اكتر من 20 سنة. سهير رمزي بتربطها صداقة قوية بمحمود عبد العزيز من قبل دخوله الوسط الفني ومن قبل جوازه اصلا. والغريب ان زوجته بوسي شلبي كانت صديقة مقربة جدا من زوجته وام اولاده جيجي زايد، وكمان ليها قصة غريبة معاها. سهير رمزي بتشهد ان مش بوسي شلبي هي اللي بتعمل فيها كده، زوجته مقيمة معه وبيطلعوا الحج سوا، سواء كانت سهير رمزي او الهام شاهين او برضه فيفي عبده، كلهم كانوا بيطلعوا الحج سوا. يوم ما بيروحوا الحج بياخدوا محمود عبد العزيز ومعاه زوجته بوسي شلبي. طب خلينا نرجع شوية لورا ونعرف ان الراحل محمود عبد العزيز ربنا يرحمه اتجوز لفترة الراقصة زيزي مصطفى لمدة تقريبا 5 سنين، وهي ام منة شلبي. وعلى فكرة اللي ما يعرفوش كتير من الناس ان منى شلبي تبقى عمتها بوسي شلبي. المهم ان زيزي مصطفى كانت عايزة تعلن الجواز وقالت كفاية كده عرف، لكن الواضح ان الفنان مرضيش عشان خاطر مراته بيه. وحسب مصادر معروفة ان بوسي شلبي قالت لصاحبها جيجي زايد وكانت السبب في الطلاق. راح محمود عبد العزيز بعد عن الاتنين، وكانت فرصة لبوسي شلبي انها تبقى قريبة منه وانها تتجوز. سهير رمزي بتستنكر انه يعملوا في ابوهم كده، بتقول ده بيأثر على سمعة أبوهم الراحل اللي هو في ذمة الله، ولكن السبب هو سبب مادي وهي قطعة أرض. يقال إن محمود عبد العزيز وزع أملاكه قبل ما يتوفى أو كتبها باسم أولاده، وما بقاش غير قطعة الأرض دي اللي كانت على النيل وكانت قيمتها 300 مليون جنيه وهي سبب النزاع. لكن من خلال الحوار سهير رمزي بتنفي وجود قطعة أرض أصلا اللي هي أساسا سبب النزاع. والغريب إن القضية في المحاكم ليها أكتر من 2 سنين محدش سمع عنها أي حاجة غير بعد الحكم وغير بعد كمان الاستئناف. وواضح ان بوسي شلبي ملهاش اي حق تاني لان النقد اترفض واثبتوا صحة وثيقة الطلاق. وبمناسبة الطلاق هو وقع فعلا بس بعد 45 يوم من الجواز. بيقال ان النجم الراحل عارف انها السبب في اللي حصل بينه وبين مراته فطلقها، لكن بعد تدخل اصحابهم من الفنانين ومنهم الهام شاهين لا يرجح. طبعا بسمة وهبة سباقة في الخير كتر خيرك بتقول انهم عايشين مع بعض من سنين وعناوينهم معروفة ومع بعض في كل حتة وفي بيت الزوجية، وانها ما قدرتش تستحمل بعد موته فمشيت، واللي لم هدومها مرة سهير رمزي ومرة تانية الهام شاهين. لكن الحقيقة ان البيت باسم ولاد الراحل محمود عبد العزيز، عشان كده هي مشيت بعد وفاته. وكانت بوسي شلبي بتروح المقابر في عيد ميلاده وعيد جوازه وكانت حنينة. والمفاجأة الكبرى ان بوسي شلبي بيجيها عرسان لحد دلوقتي وهي عندها 61 سنة وعرسان على اعلى مستوى، لكنها رافضة الجواز، مش عايزة اسم حد يتجاب بعد محمود عبد العزيز. بصراحة ربنا يصبرك يا حاجة، يعني الراحل متوفي من 9 سنين ما افتكرتش غير دلوقتي انها مراته، والخلاف على الورث المفروض من ساعة الوفاة على طول. طب ليه من 9 سنين ما حصلش الخلاف ده؟ بس خلينا منصفين، لو كانت عايشة بدون علم فهي مش عليها ذنب، وربنا يصلح حالنا وحال المسلمين يا رب. أخبركم أن هذه القناة جديدة وأنتم كرماء، فلا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب كي نستمر في تقديم المزيد.